بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم سنتحدث عن موهبة قادمة بقوة في ميادين كرة القدم. إنه ليس كأي موهبة عادية، إنه آمين الشياخة، موهبة كوبنهاغن الدنماركي. لديه أصول جزائرية من جهة الأب، يثير اهتمام كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية. الشياخ الذي يبلغ من العمر 18 عاما بدأ مسيرته مع فريق الشباب كوبنهاغن بعد انتقاله من نادي سونديبي بكيه عام 2017، حيث قدم أداء متميزا جعله محط أنظار الأندية الأوروبية. خلال الموسم الأخير مع فريق تحت 19 سنة سجل الشياخ 24 هدفا كاملا وثلاث تمريرات حاسمة في 31 مباراة فقط، مما جعله يتصدر قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا أيضا للشباب برصيد 8 أهداف وهدفين إضافيين. يمتاز اللاعب بطوله الفارع، إذ يصل طوله بسم الله ما شاء الله إلى 1.91 m. تسعى الأندية الإنجليزية للتعاقد معه، حيث يعتقد أن توقيعه قد يعكس التزام مانشستر يونايتد في بناء فريق مستقبلي يجمع بين الشباب والخبرة. من جهة أخرى، يتمتع مانشستر سيتي بتاريخ قوي في تطوير اللاعبين الموهوبين، مما يجعل الشياخ مناسبا لاستراتيجيتهم. مع اقتراب انتهاء عقده، أمنه كوبنهاغن بعقد يمتد ل5 مواسم كاملة. الشياخ أبدأ اعتزازه أيضا بأصوله الجزائرية، وترك الباب مفتوحا للانضمام إلى منتخب محاربي الصحراء. وقد التقى مؤخرا مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث أعرب عن استعداده للعب للجزائر بشرط أن يتم استدعاؤه بشكل مباشر إلى المنتخب الأول. حقيقة أخبركم، الشياخ مكسب كبير وكبير وكبير جدا للمنتخب الجزائري في خط الهجوم.